السلام ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من خبزولوجيا. كالعادة نبداو بآخر أخبار التأسيسي. سرب خوك وذاثة دايما نكنس وحدي، لما تلفت لي، لما عبرني، لما قال لي شد قانون رجل بها امورك. يا اخي فينهم جماعة؟ ما جا حد؟ ندري عليهم نا تقبض افريقيا وشكون مشتلي عليك بالخدمة. يظهر لي حقوق البث متاع المجلس التأسيسي خذاتها الجزيرة. كما تعرفوا الناس الكل، قام المدير التنفيذي لشركة جوجل إريك شميد بزيارة لتونس، قابل خلالها الرئيس المنصف المرزوق. زعما شنيا الحكاية؟ كل تونسي يأتي لجوجل هو لجوجل ثراء. خذ هذا بتسليم الكلام. هذا الشعب أكبر من أن يبحر على الإنترنت، إنه الإنترنت بعينها. جوجل بوابة الإبحار، عناق الإنسان والآلة. تراه كمدائخ، تراه بالقلب وبالعين أحيانا. إنه ليس بمحرك بخاري أو محرك جرار ميكانيكي، إنه محرك البحث. جوجل، غوغل بالعربية. يسميه الإغريق جوجلوس آلهة البحث، منبع المعرفة، ملهم الثورات، طريق صور الحسنوات. إنه جوجل. جرجس التلفزة الوطنية الستة، سيد الرئيس في إيجاز، ما هو سر زيارة مدير شركة جوجل إلى تونس؟ عايزيتي تو تريد تركح عيش ولدي. يا سيدي الكريم، الشعب يريد محاسبة القناص. هانا سيدي جبنا لكم محرك البحث بيدو باش يدلنا على الموقع اللي تخباو فيه. مادام الحكاية دخل فيها جوجل نورمالمون ما عادش تبطأ، ان شاء الله برك الكونيكسيون ما تعملهاش بينا، نتعداو للفقرة الموالية. خميس بوبتان من امام قصر العدالة، معانا حصريا السيد اللي ضرب براس. استنى يا ولدي، وجهك مش غريب عليا. شنيا خموس ما عادش تعرف الابيض؟ خاطر بدلت اللوك وقلبت المشارية. دي بلم معاك الريس بلم، يا ما حركت رجال وحققت الامال تيشي علينا. اما بعد ريت انا عندي 10 سنين في الدومين، وعندي ميزة هيبة من عند ربي سبحانه، نضربه براس من غير ما يسنطر لي حتى واحد. كل شيء توفيق من عند الله راهو. وريتو زيد انا مشو خير مني. وحرية التعبير شنو تمثل لك؟ حرية التعبير، يا حرية التعبير. يا وخياني من دماغ، جاب ربي قيت حسابي ولبست الكاسك. اتفضل سي جلال. السلام عليكم، هذا جلال بريك يحييكم ويشد على ايديكم كالعادة. ايش البامة متاع يا اخي؟ ما تعرفوش ثم اختراع اسمه تيليكوموند، فيه 3 حاجات: فلسة تزيد وتقص، فلسة تبدل الشيء، وفلسة تسكر. ملا جلول هذا كي ينزل على الفلس يدخلها بعضها الدنيا. الخيان قالوا لي لقاوهم جماعة المجلس التأسيسي. هات حضرات النظار الكرام، عمتم مساء شحتم صباحا. مرحبا بكم في هذا النقل المباشر لمباراة المنتخب الوطني التأسيسي. من غير ما نطول عليكم أعزائي المشاهدين، مروا مباشرة لتشكيلة الفريقين. في حراسة المرمى إبراهيم القصاص، على اليمين كل من النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية، على اليسار القطب الديمقراطي الحداثي آفاق تونس والحزب الديمقراطي التقدمي، في الوسط قائمة دستورنا وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، على دكة الاحتياط العريضة الشعبية ورئيسها الهاشمي الحامدي. يدير هذا اللقاء الحكم الأجنبي مصطفى بن جعفر. وهذه كورة جبالي مرزوقي ايش باش يعمل؟ يرشحها لجبالي، جبالي يراوغ يغطي عليه ديلو، ممتاز يا ديلو.
الجبال يتوغل يخرج راس الحربة وجه لوجه راشد الغنوشي والهدف الأول. جميلة جدا، كم أنت كبير يا رأس الحربة. كيف سأكمل هذه المباراة؟ والله لو ضاع الصوت، والله لو بحت الأصوات، لا صوت يعلو فوق صوت التونسيين. جماهير راك آلاف وملايين. واش بيكم احسنة؟ وعيو وعي وعيو وعي، تحبوا تجيو بحذنا. وعيو وعي وعيو وعي، شجع في راجل تاسيسي. حزب النهضة هنا جينا يا تونسي، الأغلبية راهي لينا في التأسيسي. واش بيكم تنبروا علينا يا قواشي، الشعب التونسي عينو فينا. وفي الغنوشي قالوا الغنوشي غسل ما عندك شي كرسي. قالوا الغنوشي هانا نعسو هانا وراكم، هانا قاعدين وعمرنا ما نجيو معاكم. ديما فايقين في بوشوش نحب نراوكم، يوم مربوطين حد ما يسأل على حالكم. يوم مسين يحبونا مربوطين. شجع في راجل معارضين. يحبونا مربوطين. باللوبيا رانا تهرينا، رانا متخرين عام واثنين شوي علينا. مش متفاهمين نتكو تهزنا عينينا، يوم تهنين حتى يتصب شهارينا. ماناش خارجين. قالوا مش خرجين. اي على قلوبكم قاعدين. قالوا مش خرجين. المظلوم والبطال كلش فيهم ملمومين في الاعتصام. ش عندك فيهم؟ والخدام يقول زيدوني، ريت بربي والزوال قعد مضام. بربي يسي. قالوا يا ويسي وراس خويا ما نقصد شي. قالوا يا ويسي الشعب التونسي راوي قاسي، ما تقولش مني ملي يجروا على الكراسي. جات في راسي والمستثمر قطع بينا، مش مشكلتي. والحكومة تمني فينا. اعطيني وقتي. تحبوا 10 سنين. هدنا ما عنا ما طالبين. تحبوا 10 سنين. هدنا ما عنا ما طالبين. تحبوا 10 سنين. هدنا ما عنا ما طالبين.